السلسلة موضوع الحلقة، فما مشهد مهم ينجم يورينا شنو معنى حركة العصر الجديد. شيرلي تتعرف على راجل اسمه ديفيد اللي يمثل نوعا ما مرشديها الروحيين الكل في شخصية واحدة. في مشهد من المشاهد قاعدين الزوز على الشط، ويقوم يقول لها ديفيد اللي السبب اللي يخلي الناس ما عندهمش حب لذواتهم هو اللي ما يعرفوش هما شكون بالحق. ويزيد يقول هذا اللي حاولوا يعلموه المعلمين الكبار كيف المسيح وبوذا والافاتارز الهنود، الكلهم كانوا قادة كبار مش سياسيين، كان هدفهم يوصلوا الجذر المشكل اللي هو الإنسان. الكلام هذا يسميوه العلماء الفلسفة الخالدة perennialism، اللي هي الإيمان أن الأديان الكل في العالم تشترك في حكمة واحدة وأصل واحد. الحقيقة اللي تقول أنه الإنسان جزء من الإله وأنه ملكوت السماوات هو في داخل الإنسان. لكن ديفيد يقول اللي الوصول لهالحقيقة صعيب. وقتها تسألوا شيرلي على فكرة التناسخ، اللي هو الإيمان أنه بعد الموت الروح ترجع تتولد في جسد آخر، إنسان ولا حاجة أخرى، وتكمل تتنقل من حياة لحياة أخرى باش يصير لها تطور روحاني. شيرلي تسأل علاش ما ثماش تناسخ الأرواح في الإنجيل؟ علاش المسيحية ما تعلمش الفكرة هذه؟ يرد عليها ديفيد ويدعي أن الإمبراطور الروماني جستنيان والكنيسة هما اللي منعوا فكرة التناسخ، خاطرها كانت تعني اللي الإنسان لازم يتحمل مسؤولية مصيره وكاسه اش هزت، كيف ما في الكرمة. مثال، إذا عاش الإنسان يرحم في غيره وصادق مع الناس، هو يخلق طاقة متاع كارما إيجابية تهزه لظروف أحسن في الحياة هذه ولا في الحياة الجاية. أما إذا تصرف بأنانية ولا ضر غيره، هو يخلق كارما سلبية اللي تعيشه تحديات تعاونه باش يتعلم يعطف على الناس ويتواضع. شيرلي تجاوب وتقول أنها لو كانت تصدق بالحق الكارما والتناسخ كانت باش تكون مقتنعة اللي عندها مسؤولية كاملة على كل حاجة تصير لها في حياتها. في نهاية الحوار يشجعها ديفيد أنها تتأمل وتردد بصوت عالي الإعلان هذا أنا الله، عبارة باش تعاونها تحتضن ألوهيتها الداخلية. نيو ايج، العصر الجديد. فكر معي.